لو بقالك شهور أو سنين مش حاسس بأي شغف في حياتك، ومهما حاولت ترجع شغفك بتفشل تاني، الفيديو ده مش هيحفزك. الفيديو ده هيساعدك ترجع شغفك خطوة بخطوة. ناس كتير فاكرة إن الشغف يا إما موجود يا إما مش موجود. حقيقي الشغف بيتبنى ويرجع يقل تاني، بيتصلح ويرجع يبوظ تاني. والنهاردة هنعرف هو ليه اختفى وإزاي نرجعه تاني. أول خطوة هو إن احنا نحدد نوع فقدان الشغف. هسأل نفسي سؤال: هي الحاجة دي أنا كنت بحبها وبطلت؟ لو الحاجة دي كنت بحبها وبطلت يبقى ده اسمه احتراق نفسي. لو الحاجة دي أنا عمري ما حبيتها يبقى ده اختيار غلط. لو الحاجة دي بحبها بس مش قادر أعملها يبقى ده استنزاف وقلق. على سبيل المثال، موظفة كانت بتحب شغلها بس دلوقتي بقت بتكرهه، ده اسمه احتراق. لو شخص دخل مجال عشان خاطر الفلوس بس دلوقتي ما بقاش طايقه، ده اسمه اختيار غلط. لو حد كان بيحب الرسم بس حاليا مش قادر يعمله، ده اسمه استنزاف. مهم جدا نفهم ده علشان خاطر العلاج بيختلف على حسب نوع فقدان الشغف. الخطوة التانية عشان نرجع الشغف من تاني، في قاعدة اسمها قاعدة 10 دقايق. ما تستناش انك ترجع تاني متحمس، ابدأ حتى لو مش عايز. اختار حاجة واحدة واشتغل عليها 10 دقايق بس يوميا. على سبيل المثال، لو انت عايز ترجع شغفك للقراية تاني، اقرا صفحتين بس. لو شغلك تقيل عليك، اشتغل 10 دقايق بس. السر ان المخ مش بيقاوم الشغل كله او القراية كلها، هو بس بيقاوم اول 10 دقايق. بعد اول 10 دقايق ما بتعدي هتلاقي الشغف بدأ يرجع تاني. الخطوة الثالثة مش لازم تكون مثالي. اكسر فكرة المثالية. ارجع لشغفك تاني او الحاجة اللي انت بتحبها ولو بأقل مجهود، ومش لازم تكون بشكل مثالي. على سبيل المثال، انت ممكن زمان كنت بتروح الجيم وكنت بتعمل تمرين لمدة ساعة، يا سيدي خليه 10 دقايق، 5 دقايق، لأن المثالية بتقتل الشغف، والبداية البسيطة هترجعه تاني. الخطوة الرابعة: اربط شغفك بالإحساس مش بالنتائج. اللي بيربط شغفه بالنتيجة النهائية هيتعب كل مرة النتائج تتأخر، لكن اربطه باستمتاعك بالرحلة نفسها. على سبيل المثال، وانت في شغلك ركز على ان انت تحس بالإنجاز مش على رأي الناس فيك. ولو بتتمرن ركز على إحساسك ان انت بتحرك جسمك مش على شكلك والفورمة اللي انت بتعملها. الخطوة الخامسة ان انت تغير الطريقة. يعني بدل ما تسيب الحاجة اللي انت حسيت انك فقدت شغفك فيها خالص، بدل ما تسيبها خالص، لا، غير طريقتك فيها. يعني مثلا اشتغل في مكان مختلف، ذاكر بطريقة مختلفة. المشكلة أوقات بتكون في الطريقة مش في الحاجة اللي انت بتعملها. الخطوة السادسة: ابعد عن الحاجات اللي بتستنزفك. حدد 3 حاجات بتستنزفك، ممكن يكون علاقة بشخص، عادة معينة، فكرة معينة، وحاول ان انت تتخلى عنها. يعني لو في شخص بيحبطك، قلل التعامل معاه. لو السوشيال ميديا بتضيع وقتك، قلل الوقت عليها. لو جلد الذات بيشفط طاقتك، حاول توقف جلد ذاتك. الخطوة السابعة: حاول تعمل وقت لنفسك. كل يوم اعمل لنفسك ربع ساعة، نص ساعة. ده وقت ليك، ما يكونش فيه شغل، ما يكونش فيه حاجة بتعملها لحد، لا، حاجة لنفسك انت، وقت بتقعد مع نفسك انت، تاخد وتدي مع نفسك، تسمع حاجة بتحبها، تقعد في هدوء. الشغف محتاج مساحة لنفسك عشان حتى تحس ان انت روحك بتتنفس تاني. هقولك على خطة تعملها تساعدك على ان انت ترجع شغفك تاني. هتجيب ورقة وقلم وتكتب انت فقدت شغفك في ايه بالظبط. اكتب كذا حاجة انت حاسس ان انت فقدت شغفك فيها، واختار حاجة واحدة بس وقول دي الحاجة اللي انا هبدأ اشتغل عليها. وابدأ طبق قاعدة 10 دقايق. غير الطريقة اللي انت بتعملها بيها. امنع الحاجة اللي بتستنزفك وبتستهلك طاقتك، واعمل حاجة لنفسك كل يوم. وبعدين بعد ما تبدأ تعمل ده، قيم نفسك بعد أسبوع من دلوقتي. ايه أخبار الشغف؟ يا ترى راجع بنسبة كام من 10؟ الشغف مش هيرجع فجأة،
ومش هيبقى زي زمان بسرعة، لكنه هيرجع بالتدريج وهيكون أهدى وأنضج. والشغف الجديد مش هيبقى زي النسخة القديمة، ده هيكون نسخة أقوى. وفي النهاية عايزة أقولك إن أنت مش فقدت الشغف، أنت بس تعبت. ولو بدأت خطوة صغيرة كل يوم هترجع لنفسك تاني. لو حسيت إن الحلقة دي لمستك شاركنا في الكومنتات وبعتها لحد ممكن يكون محتاج يسمعها.